إلا كنتِ مزروبة وجايين عندك ضياف على غفلة، فهاد الفيديو ليك، وصفات اللي تقدري تحضريهم تقريبا في ساعة أو أقل، إلا كانت يدك خفيفة بطبيعة الحال. فهنا غنشارك معاكم طريقة تحضير ديال بساطلات صغار بحشوة زوينة ديال الدجاج والحوت مع بعضياتهم، كتجي بنينة والحشوة غزالة ما غتشبعيش منها. بالإضافة لأننا ما غنحتاجوش اليوم الورقة ديال البسطيلة، غنصاوبوا واحد لاصوب خفيفة كتوجد دغيا ما كاينش حتى 10 دقايق، وصلاد وعصير. أجي تشوفوا معايا كيفاش غنوجدوهم. فأول حاجة هنا غنبدا نقاد المسمن أولا الورقة اللي غنجمعوا فيها الحشوة ديال البسيطلات. هنا غندير 2 كيسان ديال الدقيق، غنزيد عليهم واحد القبصة ديال الملحة، واحد راس معلقة ديال الخميرة الفورية، غير راس معلقة يعني ما كتروش بزاف غير باش ترخى لينا العجينة. بالنسبة للماء اللي غنجمعوا به العجينة فهو ماء مروبيني ماشي دافي عادي، غنجمعوا به القياس اللي غيجمع لينا هاد العجينة هادي. تقريبا راه ما ياخدش لينا حتى كاس ديال الماء. صافي غنجمعوهم مزيان، ندلكوهم تقريبا واحد 2 ديال الدقايق، وغنولي نزيدو عليهم واحد 2 المعالق ديال الزيت عادية، وغنغطيوهم وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا بما قادين الحشوة، وغنرجعوا ليهم. الأهم من ذلك أنكم تغطيوهم غير باش دغيا تطلق لينا العجينة ما تشدش لينا. وغندوزو نيشان باش نقادو الحشوة. فأول حاجة غنديرها غناخد واحد الكاسرونة ندير فيها الماء حتى يطيب ويبان ليا طاب، ناخد شعرية صينية هادية أولا الأخرى اللي بغيتو. هنا غنستعمل واحد 2 مربعات، غنخليهم في الماء تقريبا مدة واحد 2 دقايق بلا ما تطلقوا. وفي مقيلة فيها زيت سخونة غنزيدو تقريبا واحد 2 المعالق أولا 3 ديال الشامبينيون، وهذا كيبقى اختياري. غنخليوه حتى كيتقلى لينا مزيان أولا حتى كيتشحر. كنوليو نزيدو عليه واحد فلفلة هاكا مقطعة مربعات أولا مكعبات رقاق باش دغيا يذوبوا لينا، وغنزيدو عليهم واحد المعلقة ديال الربيع، وكذلك غنزيدو واحد الفص أولا 2 الفصوص ديال التومة مع التحريك، والنار كتكون شوية مهيلة. غنزيدو الصدر ديال الدجاج تقريبا الكمية اللي بغيتو مقطع على شكل حتى هو مكعبات. الأهم من داك كيكونوا غير طريفات صغار باش هكا ملي نديروهم في الحشوة ما ياخدوش لينا العمارة بزاف. صافي هنا غندوز معاكم التوابل اللي غندير فيهم معلقة كبيرة ديال القشور ديال الكروفيط، غنخلي لكم لا فيديو إن شاء الله من ورا هذا ديالو، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال البزار، وشوية ديال الهريسة الناس اللي كيبغيو الهريسة. وغنديرو عصير نص حامضة هاكا طرية، وغنديرو شوية ديال الملحة ما نساوهاش. بالنسبة للملحة ما تكتروش منها بزاف، حقاش أصلا حنا غنخدمو بالحوت، الحوت مالح، وديري الحامض وديري الهريسة يعني قد ما قللتو من الملحة قد ما مزيان. إلا بانت ليكم أنا كندير كمية كبيرة غير حيت الملحة راه عندي أصلا ما مالحاش بزاف، وها نتوما راه ما درتش فيها بزاف. صافي هاد الحشوة كاملة كنخليوها حتى كتبان لينا كطيب، زعما طابت دخلها طياب، كنولي نزيدو عليها زيتون هاكا مقطع. واخر حاجه غنديرها هو الكروفات. تقريبا راه ما كاينش 100 غرام، الا كان عندكم، الا ما كانش عندكم راه غير ديك النكهه اللي درنا ديال القشور غتعطي نفس النكهه ونفس المذاق نفس الحاجه. صافي هنا غنجيب ديك الشعرية اللي سلقتها في الأول وقطعتها هكا على شكل مرصوص، نزيدهم لهاد الحشوة هادي، وغنميكسي كلشي، نخلط كلشي حتى تبان ليا هاديك الشعرية شربات ليا هاديك التغميرة أولا ديك المريقة ديال أولا الزيت ديال الحشوة. صافي كنخليها تبرد وغنرجعو باش نكمل معاكم الطريقة باش نقادو بها المسمن. شوفوا هنا الحشوة تبارك الله كتخرج واحد الكمية كبيرة. صافي هنايا رجعت لداك المسمن اللي قلت لكم، متاخديش واحد الزليفه فيها شويه الزيت. شوفوا معايا كيفاش دغيا كيطلق وكيطرى. صافي هنا قسمت على 3، تقدروا تقسموا على 4، مهم حنا اصلا نقسموا على 3 وغنعاودو نخدموا بها، يعني غتخرج لكم تقريبا شي 12 حبه. هذا القياس هذا اللي انا كنت درت. صافي هنا قسمتهم على 3 الكرات، وهادوك الكرات غنبدا نخدمهم على شكل مسمنه، بحال غنصاوبو مسمنه شويه كبيره بشويه الزيت. كنورقو غير بالزيت، ما كنديرلهاش على حتى شي حاجه كما شفتوا يعني اللي جينا كلها خدمتها غير بالفورص وكتبقى طريه وما كتكون كتجبد وما كتقطعش. صافي هنا غنرققها مزيان حتى كيولي يبان ليا سطح العمل، وغنبدا ندير ليها بحال الطريقه ديال المسمنه، كنتنيوها هكا على 3 ونعاودو نتنيوها على 3 باش كتعطيني مسمنه وحده مربع، باش هكا ملي نكونو كنورقوها اولا نخدمو بها في الحشوة ما كتجيش الورقة غليظة. صافي هنا غنكملها ونفس الطريقة غنديرها المسمنات الاخرين كاملين. من وراها غنخليهم تقريبا في نفس البلاصة او نخليو غير واحد 2 دقائق وغنرجعو نخدمو بها نفسها. صافي غنوليو نشدو هاديك الاولى اللي خدمنا بها هي الاولى غنبداوها، والثانية غنعاودو نسرحوها مزيان حتى يبان لينا سطح العمل هكا باش كتورق لينا مزيان. صافي من بعد ما غنسرحوها كما قلت لكم، اهم حاجه انكم تحاولوا تخليوها هكا مربعه
أولا مستطيلة باش من تجيو تقسموها كتبقى محافظة على داك الشكل. خديت واحد السليفة دهنتها بشوية ديال الزيت وغنبدا ناخد ديك العجينة اللي قسمتها هكا ل4، كل وحدة غندير فيها مربى بوحدها. أول حاجة درتها هي فرماج مربى من الأول، صافي غنبدا ندير ديك 2 المعالق حتى ل3 ديال الحشوة، وغادي نبدا نجمع فيها بحال هكا على شكل كميميسة. أهم حاجة ما تخليوش داك العجينة اللي تحت تكون غليظة بزاف، يعني حاولوا ترقوا المسامن من الأول يكون رقيق باش ما تجمعش لينا العجينة لتحت. صافي هكا نبدا نجمعو هكا على شكل كميسة كيما قلت لكم، ونبدا نحطوها في سطح العامل. باش غنكملو كلشي هنا في لاطة اللي غتدخل الفران. خديت الصفر ديال البيضة مع شوية ديال صوص الصوجا أولا الحليب اللي بغيتو، المهم أنا درت الصوجا باش كتعطي داك اللوين هكا الفوق. صافي غندهنهم كاملين بهكا، بغيتو تزيدو واحد شوية الزيت تقدروا ديروه، أنا ما درتوش. خديت العود ديال الكردون ونفست به دوك المسمنات اولا بسيطيلات ودخلتهم للفران يطيبوا. صافي هنا غندوزو باش نقادو لاصوب البيضه. هنا لاصوب غنديروها بالشامبينيون او بالدجاج. هنا خديت طنجره درت فيها شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت ودرت الشامبينيون سواء كان طري ولا هذا اللي معلب. صراحه انا كان عندي غير هذا درتو، زدت عليه واحد البصيله مقطعه على شكل مكعبات رقاق، شويه ديال الثومه حتى هي كتبقى اختياريه. هادشي كلّو غنشحّرو وغنوليو نزيدو عليه صدر ديال الدجاج اللي مقطّع حتى هو مكعبات، وغادي ندخلو نيشان العطرية. هاد لاصوط ما كتاخدش القوام بزاف وكتجي بنينة. بالنسبة للقوام غنديرو شوية ديال الملحة، شوية ديال البزار، هذا هو القوام اللي كيدار فيهم، وغنزيد شوية من ديك العطرية أولا داك القشور ديال الكروفات باش كيزيد يبنها ليا. صافي وهادشي كامل غنحركو مزيان حتى يبان ليا تشحّر. غنولي نزيدو عليه 2 المعالق ديال الدقيق ديال الفورص، وغنصاوبو بحال شكل غنصاوبو بالبشاميل بحال هكاك، يعني نخليوها حتى تلبس لينا داك الطحين داك الزيت والزبدة. وغنزيدو عليه تقريبا واحد كاس اولا 2 كيسان ديال قياس العنبة بحال هكاك ديال الماء، وغنخليوهم يطيبو فيها مزيان حتى كتبان ليا داك الدجاج وداكشي طاب مزيان، كتبان ليا ديك لاصوص شوية تقالت. عاد كنوليو نجيبو اخر حاجة هي الحليب. تقريبا كنديرو 2 كيسان ديال الحليب اولا حتى نصدرو ديال الحليب غادي يكفاكم على حسب نتوما شحال. صافي هنا من بعد ما كنزيدو عليها الحليب كتبقى واحد 2 دقايق هكاك فوق طلع فيها الغلية. صافي كنوليو نطفيو عليها. هنا غندوز باش نقاد معاكم واحد سالاد اولا سلطة ديال الحمص كتجي زوينة وكنت ديجا جربتها معاكم. فيها الحمص مسلوق كتزيدو عليها بصلة هكا مقطعة شكل شرائح رقاق، مطيشة، واي نوع ديال الفواكه كان عندكم سواء افوكا، انا هنا عندي الكيوي، تفاح، اي نوع ديال الفواكه بغيتو تدخلو كتدخلو. هادشي كتزيدو عليه شوية ديال الزيت بلدية، كتزيدو عليه شوية الملحة، شوية ديال البزار، شوية الكمون، وشوية ديال الزيت البلدية أكيد. صافي غتوليو تزيدو عليهم معلقة صغيرة ديال الموطاد ونص عصرة ديال الحامض. صافي باش تميكسيو كلشي وهي لاصالاد وجدات صراحة الله كتكون بنينة والأهم من ذلك صحية. والله العظيم جربوها غتعجبكم. آخر حاجة نقادو هي العصير أول حاجة خديت أنا باربة سلقتها نص سلقة، من بعد جبت خيزو باقي طري درتو في الحكاكة الرقيقة غير باش ما يبقاش ليا هكاك عاطي طري في الماكينة. وخديت هداك المركز ديال الليمون راه ديجا جربته معاكم من قبل، خديت منه تقريبا 10 المعالق. وهنا غنحليه بشوية العسل، درت تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال العسل بحكم أن الليمون تا هو راه فيه السنيدة. هادشي كامل طحنتو غير بالما. صافي كان هادو هما الوصفات اللي درت ليكم. صافي هنايا من بعد ما طيبت كلشي وكانت هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطات من بعد ما خرجتهم من الفران. درت ليهم شوية الفرماج حمر وزوقتهم بشوية الحامض وبشوية ديال مطيشة سوغيز، وهذا هو الشكل ديال لاصوب. شوفوا معايا كي كتجي غزاله ولكن راه بنينه وكتعطي واحد النكهه ديال ديك التكرميله ديال الزيت والزبده والفطر. المهم كتجي زوينه جربوها. هذه صراحه الله شكل زعما ما مولفينهاش ولكن كتعطي واحد المذاق زوين. بالنسبه للسلطه هي كتجي زوينه. كنظن هكا جمعنا كاع العناصر الغذائيه ما بين الخضره والفواكه والحليب وكل شيء. بالنسبة ليا أنا هذا النوع ديال الفطور هو زعما أقرب فطور لقلبي. نتمنى نتوما يكون نال إعجابكم. هنا غنحل معاكم هاد البسطيلة باش تشوفوا. أول حاجة كتجي مقرمشة نيت ديال بصح، كتجي الورقة ديالها رقيقة حيت نتوما اللي كتحكموا في السمك. داكشي علاش قلت لكم غير رقوها مزيان باش ما كتبقاش تبان كتجي رقة من الورقة ديال البسطينة.
صافي هذه هي الشكل ديال الحشوة من الداخل. نتمنى تكون الوصفة ديال اليوم أولا الفيديو ديال اليوم نال إعجابكم. إلا عجبكم كيف ديما ما تنساوش أنكم تبارطاجيوه مع الأحباب والصحاب. ما تنساوش تهبطوا لتحت خليو لي واحد جيم ولا كومونتير زوين بحالكم. ان شاء الله في ريوسكم.